لينا طهطاوي. بكل مشاهدي اون سبورت من تغطيه خاصه جدا لاحداث طبعا انتخابات الكاف وكل حاجه. معانا ضيف مهم جدا رئيس الفيفا مستر الفونسينو. First of all, it is a pleasure and actually I'm welcoming you for just for giving us the opportunity to make this interview. So first of all, did you expect just Mr. Ahmed to win today? نعم، لقد كانوا مرشحين أقوياء وكانت عملية ديمقراطية، وأخيرا أفريقيا اتخذت قرارها أن تعطي السيد أحمد رئاسة الكاف لقيادة مستقبل إفريقيا، وهذا يمثل شيئا إيجابيا للكرة الإفريقية بعد انتخابات اتسمت بالديمقراطية جاءت برئيس جديد. أظن اليوم أو الليلة علينا أن نهنئ السيد أحمد على فوزه بالانتخابات، وفي نفس الوقت لابد أن نشكر ونشيد بالعمل الذي قام به عيسى حياته للكرة الإفريقية خلال 30 عاما مضت في رئاسة الكاف. إفريقيا قررت التغيير والمضي قدما نحو رئيس جديد، هذا ما يحدث في الانتخابات، ونتمنى من هذا الفريق تقديم الأفضل لإفريقيا. This new team, we hope to make some great work for Africa. Well, you know, I'm convinced أنا مقتنع أن في أفريقيا هناك طاقة عظيمة. لو استطعنا إدارة هذه الإمكانيات لبناء هيكلة مناسبة ولجلب مزيد من الاحترافية التي نحن بحاجة إليها خارج الملعب، لأن هناك العديد من المواهب، حينها ستكون هناك نتائج عظيمة. الفيفا ستكون دائما هنا لمساندة الكرة الإفريقية وال55 اتحاد التابعين للاتحاد الإفريقي. علينا أن ندعم وحدة الاتحادات الإفريقية بعدما انتهينا من الانتخابات، وهكذا نتقدم للأمام معا. Thank you so much. It was a pleasure. شكرا جزيلا.